إنه محمد أبو خضير، طفل مقدسي لم يزهر ربيعه ال16 بعد. بضع لقيمات تناولها محمد مع أهله على السحور قبل أن ينطلق لصلاة الفجر في المسجد، حيث ينتظره رفاقه. قبل محمد يد أمه قبل أن يمضي، ولم يعلما أنه سيكون الوداع الأخير. مضى محمد مسرعا ليلحق بصلاة الفجر، إلا أن عددا من المستوطنين كانوا له بالمرصاد، فأمسكوا به وقادوه عنوة إلى سيارتهم، فشهدت على فعلتهم لحظات الفجر وكاميرات المراقبة في محطة القطار. بعد مضي وقت قصير جاء ابن خاله ليخبر أمه بأنباء عن اختطاف المستوطنين طفلا فلسطينيا، فذعرت الأم وأرسلته للبحث عن محمد. بدأت أمه بالاتصال بهاتفه المحمول، إلا أنه كان مغلقا، فاتصل الأب بالشرطة الإسرائيلية وقدم بلاغا بفقدان ولده، لكنها تقاعست عن أداء الواجب. خرجت الأسرة تنتظر عودة ولدها، أم تترقب لحظات تضمه، وشقيقة تنتظر عودته للعب معها، ووالد يتلهف لخبر يطمئنه. لكن أخباره كانت داخل هذه السيارة. حاول محمد مقاومة خاطفيه، لكنهم ضربوه بآلة حادة، ثم ذهبوا به إلى أحد أحراش القدس، فصبوا الوقود في فمه وأشعلوا النيران في جسده وهو حي، ليحتفلوا بطقوسهم التلمودية على وقع صراخ الطفل. وجدت جثة محمد أبو خضير متفحمة في الأحراش، وما علم من أشعل النيران بجسده أنه يشعل الغضب الفلسطيني على الصهاينة. انطلق أول حجر لتتلوه أحجار، تتبعه زجاجات حارقة وتسانده مقاليد، وتقطع الطريق إطارات مشتعلة بنار الغضب لمقتل الطفل وتواطؤ الشرطة. وما علم قاتلوه أنهم لن يقتلوا شعبا ولن يبيدوا أمة، وما دروا أن العزة نار تحرق كل من يحاول المساس بها. محمد أبو خضير، روحك الطاهرة شرارة أشعل الثورة.